كل حاجه صحي دي؟ يا رب يكون بجد. يعني انت من الامهات اللي ما بتبعتش مع العيال كيك وعصير وما بتفطرهمش لبن وكورن فليكس وبتاكليهم سمك 3 مرات في اليوم وبتنيميهم بدري ومحدده وقت الشاشات وبتلعبيهم رياضه بانتظام؟ لو كنت بتعملي كل ده يبقى انت فعلا ممشيه عيالك على نظام صحي للحياه. ولو لسه مفرهدين بعد ده كله يبقى الموضوع محتاج تقييم طبي. لو بقى مش بتعمليه فانت لازم تعمليه بالتدريج لغايه ما توصليهم لنمط الحياه الصحي. ومن هنا لغايه ما ده يحصل احنا محتاجين نحط شويه فيتامينات ومكملات علشان احنا في فتره دقيقه جدا من حياتهم، فتره النمو اللي بيروح فيها ما بيرجعش، لان الفرهده علامه على ان حاجات كتير ناقصاهم. محتاجين نديهم مكمل غذائي محترم فيه الفيتامينات والمعادن اللي هم محتاجينها. محتاجين المكمل ده يكون فيه اوميجا 3 تحديدا، زنك ومغنيسيوم، فيتامين د وفيتامين بي، وطبعا الحديد علشان نشوف موضوع الفرهده ده يروح لحاله ان شاء الله.